في مباراة لم تكن مجرد مباراة عادية، بل كانت ليلة تاريخية شهدت سائر أسود الأطلس، وهو يهز أركان المونديال الحالي ويحطم الأرقام القياسية بامتياز. فبأداء رجولي وعزيمة لا تلين، نجح المنتخب الوطني المغربي في اقتناص فوز ثمين وثلاث نقاط غالية أمام منتخب عنيد، المنتخب الاسكتلندي، وبهدف نظيف، ليقفز بجدارة واستحقاق إلى صدارة المجموعة، ممهدا الطريق نحو مجد جديد قبل بقية مواجهة الجولة بين البرازيل وهايتي. هذه المواجهة لم تمنح المغرب النقاط الثلاث فحسب، بل شهدت تدوين أسماء نجومها بأحرف من ذهب في السجلات العالمية، حيث سعق النجم المتألق إسماعيل الصباري الجميع بتسجيله أسرع هدف في النسخة الحالية من كأس العالم حتى هذه اللحظة، بعدما هز الشباك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ليصبح اللاعب رقم 15 في تاريخ المونديال الذي يسجل أحد أسرع الأهداف تاريخيا. وفي ذات الليلة الملحمية أبى المايسترو إبراهيم دياز إلا أن يصنع الحدث، ليدخل تاريخ القارة السمراء من أوسع الأبواب كأول لاعب إفريقي يصنع هدفين في مباراتين متتاليتين في تاريخ كأس العالم، مؤكدا على علو كعبه وصناعته للفارق في المواعيد الكبرى. ومع هذا الانتصار المونديالي الثمين، يرفع الأسود سقف الطموحات عاليا، حيث تتجه الأنظار صوب الموقعة القادمة في الجولة الأخيرة أمام منتخب هايتي في مواجهة يدخلها المنتخب المغربي وعينه على هدف واحد ولا بديل عنه: الانفراد بالصدارة المطلقة والتأهل لمواصلة كتابة التاريخ في هذا المحفل العالمي الكبير. شاركونا توقعاتكم، هل المنتخب المغربي سيتصدر أم المنتخب البرازيلي؟